حكاية فيلمنا بتبدأ مع سوريندر وتاني. قهوتك في ايدك ويلا بينا. الحكاية بتبدأ لما سوريندر وتاني بيبتدوا ان هما ينزلوا من محطة القطر، وبعدها على طول هيروحوا بيت الزوجية. وقبل ما تاني بتدخل بيت الزوجية بتاعها، سوريندر بيحتفل بيها وبيعمل لها مراسم الاحتفال. ومش بس كده، سوريندر هيبتدي يحكي لنا هو عارفها ازاي وازاي وقع في حبها. سوريندر كان بيحضر حفلة زفاف تاني بنت البروفيسور المفضل ليه، البروفيسور جوبتا. هيبتدي يشوفها واللي اعجب بيها من اول نظر. البروفيسور بينادي عليها وبيبتدي يعرفها عليه وبيقول لها ده سوريندر تلميذي المفضل. وهتبتدي هي تقول له انا حصل لي مشاكل كتير بسببك، بابا مش بيتكلم على حد غيرك انت. وهتسيبه وهتكمل فرحها وبترقص قدامه وهي بتحتفل جدا بفرحها واللي حبها بيزيد جواه. لكن الفرحة ما بتكملش، بيجي خبر غريب جدا. باباها بيقول لها العريس واهله الباص اتقلب بيهم، محدش فيهم عايش. سوريندر عرف الخبر ده، البروفيسور بيغمى عليه وبيبتدوا ان هما ينقلوه للمستشفى، والبروفيسور خلاص داخل على الموت. ابتدى ان هو يسأل على سوريندر وطلب منه طلب غريب. قال له انا محتاج ان انت تتجوز تاني. وكمان جاب تاني وهيطلب منها الطلب ده، وقال لها ربنا اختار لك كده وانا مش هموت في سلام لو ما اخترتهوش. وتاني عشان بتحب باباها جدا وافقت على القرار، وبيبتدي ان هو يجمعهم ببعض. وتأكد خلاص ان هما هيتجوزوا، ومات فعلا البروفيسور. وبعد الوفاة بتاعته على طول ابتدوا ان هما يعملوا مراسم الزواج، واحتفلوا بسوريندر وتاني كعروسين وعملوا مراسم الزواج. ونرجع نكمل حكايتنا. سوريندر ساب اوضته، ساب كل حاجة فيها حتى دولابه فضاه لتاني عشان هي تعيش في الدور ده، وهو قرر ان هو يعيش في الدور اللي فوقيها. سوريندر عادي جدا بيتعايش وبيكمل حياته، بياخد الدش الطبيعي بتاعه، بيفطر، وبعد فطاره بيغسل كمان الاطباق بتاعته. وبعدها يروح على شركة بنجاب باور. هو بيشتغل في الشركة دي عشان برضه تحصل له حاجة غريبة كالعادة. كل أصدقائه ابتدوا يتجمعوا حواليه وابتدوا يستغربوا إن هو اتجوز وما قالهمش. كلهم بيتجمعوا بيهنوه وعزموا نفسهم عنده. حتى صديق عمره بوبي راح له البيت ومتضايق جدا منه إن هو اتجوز وما قالهوش، وبيبتدي يتعصب وقال له انسى ان انت ليك صاحب اسمه بوبي. عشان يجي سوريندر يقول له انت ليه متعصب كده وانا هعرفك الحكايه من بدايتها لاخرها. وفعلا خده معاه جوه البيت وحكى له كل حاجه. واصحابه في الشغل جم بدري عن ميعادهم. هيبتدي بوبي بعد ما سمع قصته بيحضن سوريندر جدا وصعب عليه. وسوريندر راح ينادي تاني وبيترجاها انها تقابل اصدقائه عشان بس تحفظ كرامته ولو لمده دقيقتين. ابتدى يقابل اصدقائه وكمان ابتدى يعتذر لهم ان زوجته مش هتقدر تحضر، عشان يتفاجئ بتاني بتحضر وكمان بتقدم كل المشروبات لاصدقائه، وانها مبتسمه جدا وعماله تضحك معاهم كلهم. كل ده عشان تحفظ كرامته. وفعلا الليله السعيده بتنتهي واصدقائه بيبتدوا يروحوا. تاني بتطلع لسوريندر لحد عنده وبتنادي عليه، اللي بيتلخبط جدا بمجرد بس انها نادت له. وابتدت تطلب منه حاجه، تعتذر له على انها اساءت التصرف في اليوم ده، وقالت له انا عايزاك تبقى صبور معايا وهتشوف تانية. والحاجه التانية سامحني انا مش هقدر احبك، انا معرفش اصلا ازاي الانسان يقدر يعيش من غير حب. هيبتدي سوريندر يرد عليها ويقول لها انا معرفش يعني ايه حب، بس اللي انت عملتيه بالنسبه لي النهارده وحفظت كرامتي ده حب. تاني هتقول له يا بختك ان انت عمرك ما حبيت، ويا بختك ان انت عايش كده. وهتبتدي تسيبه وتمشي عشان سوريندر يبتدي يكلم نفسه ويقول لها انا عمري ما حبيت غيرك انت من اول لحظه شفتك فيها. وننزل باغنيه الف فاكرينك العمر. نكمل مع سوريندر اللي حياته بقت روتينيه، يروح الشغل ويرجع منه، لكن المره دي راجع ومعاه جورنال ولقى الاكل جاهز. سوريندر مجرد رؤيته لتاني بالنسبه له عيد. كان بياكل من الاكل ده جدا وهو مبسوط، وكمان بقى بياخده معاه الشغل وهو في قمة سعادته عشان واخد من الأكل اللي عاملاه تاني. والحياة الصامتة بتستمر بين الزوجين لدرجة إن هما لما بيروحوا سينما الحاجة الوحيدة اللي بتضحك تاني إنها بتبتدي تشوف أفلام فيها رقص. هي بتحب الرقص جدا وبتبتسم، وده اللي بيخلي تاني يركز جدا معاها لدرجة انه اشترى عربية لمجرد تفكيره انها تبقى مبسوطة معاه فيها، وان هو يقدر يفسحها ويقدر يشوف ضحكتها تاني معاه. وبيحاول يلفت انتباهها بأي حاجة، ولما ده ما بيحصلش بيزعل جدا. في مرة من المرات وهما بياكلوا هيتفاجئ ان تاني بتحط قدامه مجلة اعلان لمدرسة راس فتحة جنبهم. ابتدى يسألها عنها، قالت له انها حاسة بملل كبير جدا والمدرسة دي من بومبي وعايزة تشارك فيها. سوريندر بيسيب المكان وبيمشي عشان تتفاجئ تاني ان موجود على المجلة الفلوس بتاعت الاشتراك، اللي بتجري وراه وتنادي عليه تشكره جدا علشان هيسمح لها بكده.
سوريندر هيبتدي يروح لصديقه بوبي، واللي هيحكي له على كل اللي حصل، ويقول له ان انا كل يوم بحبها اكتر. بوبي هيقول له طب ايه رايك في اللي يخليك انك تقابلها؟ سوريندر هيقول له انا مش عايز سوريندر لانه بيفكرها بذكرياتها السيئه، انا عايزها دايما تبقى سعيده واشوف ضحكتها عليها. بوبي هيقول له الحل عندي، انا هغيرك، هخليك واحد تاني، وهخليك ان انت تكون موجود معاها في كل لحظه. وفعلا هيبتدي ان هو يغير من شكله، عمل له حلاقه جديده وماسك جديد، حتى الشنب ما سابوش. كل ده عشان خاطر سوريندر يقدر يروح المكان اللي هي تتعلم الرقص فيه. وفعلا بيروح، بيلاقي شخص غريب داخل، شخص مختلف تماما داخل المكان، مستغرب كل اللي فيه. هو عينه على حاجة واحدة بس، باصص على تاني وبيبص عليها وهي بترقص، وطبعا مبسوط جدا عشان هي سعيدة. الكابتن شافه وبيعلمه كمان الرقص، وخده دخله وسط المجموعة، وفجأة بيقسموهم لمجموعتين، وادوا لكل ناس منهم أرقام، وكل رقم هيطلع متشابه مع الرقم بتاعه هيبقى شريكه، وهيبتدوا يدخلوا منافسات مع بعض ويعلموهم الرقص. لكن القدر عمل لعبته، تاني واخد الرقم 21 وسوريندر رقم 21. قرر ان هو يتجرأ ان هو ما يخافش، وفعلا قابلها واخترع اسم غريب وقال لها ان اسمه راج، اسم المكان اللي اشترى منه العربية. وبعدها بيتعرف عليها وقال لها دايما لما نيجي نمشي تقول نحن المسافرون في طريق الحب، هنتقابل مرة تانية. وبتسيبه وبترجع بيتها، وسوريندر بيرجع لبوبي وبيبتدي ان هو كمان يركب الشنب بتاعه عشان يقدر يرجع البيت. وبيقوله انه بقى بيحبها اكتر من الاول ومبسوط جدا عشان هيخليها سعيدة. وبيرجع بيته بيلاقي تاني مجهزاله الاكل ومبسوطة جدا، وبقت عكس الاول، وبالعكس بقى فيه فرحة موجود عليها وهي بتتدرب تحت، وفي نفس الوقت سوريندر بيتدرب فوق. وبيرجعوا لمدرسة الرقص مرة تانية. هي بتلاحظ ان سوريندر ضعيف جدا في الرقص، فبتحاول انها تساعده، بيحاول يغازلها في كل مرة وهي بتحاول انها تصده. وخرجت تاني عشان تروح، تتفاجئ ان الدنيا بتمطر والمطر شديد. راج بيتدخل وبيجي بالموتوسيكل بتاعه وبياخدها معاه وبيروحها، وبيقول لها غمضي عينيكي واستمتعي بكل قطرة. تستغرب جدا من الجنون بتاعه، وقبل ما تمشي خلاها تقول نفس الكلام. وبيرجع هو لبوبي وبياخد العربية بتاعته عشان يرجع البيت تاني. فعلا بتنفذ كل كلمة قالها لها راج، وبتستمتع بالمطر اللي بيلبس قلبها. لقت سوريندر بيرجع البيت واكتشفت انه عنده برد، وعملت له علاج للبرد، وعشان ياخد العلاج ده اضطر ان هو يخلع الشنب الاول. وبيرجعوا لمدرسة الرقص تاني، وطبعا كوارث بيعملها راجع عشان خاطر هو مالوش اصلا في الرقص ولا بيعرف يرقص، واللي بيتعاني معاه جدا تاني. لكن هيتفاجئوا كلهم ان المدرسة هتعمل مسابقة، واول 10 ازواج هيقدروا ياخدوا نقط كتير هيدخلوا المنافسات النهائية. طبعا تاني زعلت لان عارفة ان شريكها ملوش في الرقص، وده اللي خلى راجل يتأثر، واللي ابتدى يقول لتاني انا بعتذر جدا ليكي وانا مش هكمل معاكي، وشوفي الشريك تاني عشان ما تخسريش، انتي احسن واحدة موجودة هنا وانا اقل واحد. وابتدى يرجع لصديقه بوبي ويبتدي يديله اللبس، وقال له انا هرجع لسوريندر تاني وانا مبسوط جدا باللي وصلت له لحد دلوقتي. لكن تاني مش هتستسلم وهتسأل على المكان اللي فيه راجل، بتاخد العنوان بتاعه وراحت للمكان بتاع العربيات، المكان اللي بيبيع العربيات اللي اشتراها منه سوريندر. صديقه كان هناك واتفاجئ ان تاني جت. هيعتذر لصاحب المعرض راجل حقيقي، وهيطلب منه ان هو يلعب معاهم كمان في نفس اللعبة دي. وبعدها بيكلم سوريندر وبيقول له ان مراته موجودة هنا وبتسأل عليه عشان بسرعة يغير لبسه ويجي راج. ويبتدي هنا صاحب المعرض يستعجب جدا من اللي شافه، شاف شخص تاني مختلف قدامه، وكمان هزقه بص لبوبي واللي بيعتذر له ان هو يستحمل. وبعدها تاني هتقول له انا مش هتخلى عنك وهعلمك الرقص، وفي نفس الوقت احنا الاتنين هنكسب مع بعض ولازم نتدرب زيادة مع بعض. وهيبتدوا الاتنين بداية قصتهم. كل يوم بعد المعرض ما بيخلص بيبتدوا ان هما مع بعض بيتمرنوا تمرينات زيادة عن كل اللي موجودين في مدرسة الرقص. تاني وراج بقت في علاقة قوية جدا ما بين الاتنين، الحركات بقت منسجمة جدا، والاتنين في كل يوم في تطور. وابتدوا راحوا المدرسة ورقصوا قدام الكل ونجحوا فعلا، وطلعوا من اول 10 ازواج وهيدخلوا المنافسات النهائية عشان تاني تعزم راج على مسابقة اكل، واللي قالها انت كل حاجة في حياتك مسابقة. وابتدوا ان هما يتنافسوا مع بعض مين هياكل اكتر من التاني. تاني خلاص مبقتش قادرة، وراج بيحاول ان هو يصمد للنهاية. تاني استسلمت وراج كسب.
وطبعا بعدها سوريندر بيرجع البيت، بيلاقي تاني مبسوطة جدا وفي قمة سعادتها، وفرح جدا لانبساطها، وكمان عامله له اكل مخصوص، واللي استعجب جدا لانه مش قادر ياكل خلاص، وحطت له الاكل وسالها انت ليه مش بتاكل؟ قالت له عشان انا خرجت مع راج النهارده. وابتدى يسالها مين راج، وقالت له ده شريكي في الرقص وان احنا كسبنا سوا. طبعا من كتر الاكل اللي كانوا، سوريندر ما بقاش قادر ياخد نفسه وبطنه وجعاه، وبيرجعوا تاني لمدرسة الرقص عشان تاني تعمل مشكلة مع بنت موجودة هناك، واللي بيتدخل راج عشان يحاول يصالحهم على بعض، لكن البنت دي استنتهم بره هي وشريكها وضربوا تاني، اللي بتغضب جدا وقررت انها تاخد حقها، وهي اللي بقت بتسوق الموتوسيكل، وقدرت فعلا هي وراج ان هم ياخدوا حقهم، وكمان ضربت البنت دي ووقعتهم في برميل شطة كبير جدا، وقعدوا يضحكوا عليهم هي وراج، واللي ابتدى يقول لها ان بكره عيد ميلادي ولازم تحضريه، اليوم كله هيبقى معايا، وتاني بتوافقوا على كده، واللي بياخدها المكان بعيد جدا يتفسحوا فيه، وابتدى يعبر لها فيه عن حبه صورة كبيرة جدا، وبيقول لها انا بحبك فيها. وكمان بعدها لما الليل ليل عليهم ابتدى يعمل حاجة غريبة، عن طريق النور اللي موجود في البلد رسم لها كلمة بحبك، واللي اتأثرت جدا تاني بيها، واللي فعلا مشاعر راج دخلت قلبها، لكن في نفس الوقت زعلت وحزنت على اللي حصل ده، وان اللي بيحبها بجنون ده مينفعش يقول لها على مشاعره لانها متجوزة وهو عارف عنه كل حاجة، وفعلا قال لها المعلومات بتاعته كلها، وبكت على كده وزعلت، ورجعت بيتها عادي جدا، ولقيت سوريندر بيسألها عن راج وبيسألها هو متجوز ولا لأ، وإن الشركة بتاعته مدياله تذكرتين لمعرض ياباني جنبه، وراحوا هما الاتنين المعرض، وسوريندر لاحظ إنها مهتمة بكل حاجة ليها علاقة باليابان، وفي مسابقة شغالة مع واحد اسمه سومو، اللي هيكسبه هياخد تذكرتين لليابان. هتتفاجئ تاني إنهم بينادوا على اسم سوريندر، وهو اللي هيتحدى سومو اللي هو أقوى منه 10 مرات، ان هو لو فضل معاه 10 دقايق بس في الحلبة من غير ما يضربه هيكسب التذكرتين لليابان. لكن سومو قدام الناس كلها بهدل سوريندر، وقدر ان هو يضربه، وقدر ان هو كمان يهزقه قدام الناس كلها. كل ده وتاني بتشوف الضرب اللي سوريندر بيستحمله عشان خاطرها، وبيتجرجر في رجليه، لكن سوريندر اذكى جدا منه، استغل ان هو وصل للحلبة وقلبه لبره، وقدر ان هو يكسبه ويكسب التذكرتين، وفعلا خد التذكرتين. ويبص على تاني اللي مصدومة وحزينة جدا وسط الناس كلها، مجرد ما بيرجعوا بيتهم وبتعالجوا بتقول له انت ليه بتعمل كده؟ قال لها عشان خاطر ابسطك وعايزك تروح اليابان عشان تكوني سعيدة، وكان ردها انها سعيدة لكن مش محتاجة اي حاجة يعملها عشان خاطرها. وتاني يوم سوريندر ساب الاكل بتاعه وراح الشغل، وتاني حاولت انها تلحقه ما لحقتوش، ورجعت لقيت تذكرة اليابان وكاتب لها عليها سوري عشان تروح للشغل وهي اللي تعتذر، وخدت الاكل وفعلا اتفاجئ بيها وسط اصحابه، وكمان كاتباله نفس الورقة انها اسفة. بعدها هيبتدي طبعا سوريندر يحاول يقرب منها وعزمها على السينما. كعادتهم راحوا، سوريندر مركز جدا مع الفيلم، بيتفاجئ ان تاني مش موجودة جنبه، وطلع ودور عليها في كل مكان وانها مش موجودة. وفجأة جاله تليفون من راجو صاحب العربيات، قال له ان زوجته هنا وبتسأل عليه، بتسأل على راج، وبيروح لها طبعا بسرعة. واول ما بتشوفه تاني بتدخل في حالة ذهول، بتفضل باصة لراج فترة كبيرة جدا، وبتشتكي له من حياتها انها مش سعيدة فيها، وان ازاي هو سعيد كده وازاي كمان بيحبها بالكم ده من الحب. راج بيقول لها الموضوع بسيط، انا بحبك جدا ومش هقدر ان انا اتخلى عنك. هتبتدي تقول له لكن انا متجوزة، بس في نفس الوقت انا مش بحبه ومش قادرة ان انا اتأقلم على الموضوع ده. عشان راج يبتدي يقول لها اهربي معايا، سيبيه لو مش بتحبيه واهربي معايا. تاني بتفكر في الموضوع وقالت له انا عايزاك تنقذني من الحالة اللي انا فيها. وبعدها هنرجع لسوريندر اللي بيشتكي لصديقه بوبي، واللي بيقول له انا فشلت، هي ما بتحبش سوريندر وبتحب راج، وهياخدها ويروح يصلي ويقول لها اليوم ده اهم يوم في حياتي عشان انت النهارده داخله المسابقه، انا عايز ربنا يكون معاكي. وهيبتدي يدعي دايما ربنا انها تبقى سعيده معاه او مع اي شخص. تاني شافت التضحيات بتاعته وابتدت تتأثر اكتر، ودموعها ابتدت تنزل، وبتحترمه جدا، وقررت اخطر قرار بالنسبه لها انها هتواجه راج، وهتطلب منه انها مش هتقدر تتخلى عن جوزها اللي وقف جنبها والناس كلها كانت سايباها.
مش هتقدر تسيبه. راج اتأثر جدا باللي سمعه ده، وفي نفس الوقت فرح لأنها اختارت جوزها في النهاية. هنيجي لمسابقة الرقص، وحان وقت العرض بتاعه. بينادوا على تاني بتحضر، لكن في نفس الوقت راج مش موجود. نادوا عليه أكتر من مرة، الكل بينادى عليه تاني، لدرجة إنها راحت للمقدم بتاع العرض وقالت له الغي العرض، هو مش هيجي. عشان يبتدي يتفاجئ إن في شخص موجود، بنلاقيه سوريندر ابتدى يحضر العرض. تاني مستغربة جدا من وجوده، وبتبتدي إنها تتأمل في ملامحه للمرة الأولى، وابتدت تلاحظ إنها نفس الحركات بتاعة راج، نفس اللمسات، نفس طريقة الرقص، وهي عارفة إن سوريندر ما بيعرفش يرقص. وافتكرت كل حاجة معاه، المطر والأكل، افتكرت كل حاجة، افتكرت حتى التضحية بتاعته لما قابل الوحش الياباني عشان يكسبه. وابتدت تتأمل جدا في اللي بيحصل ده، وقد ايه ان هو كان بيحبها. هي بتحاول انها ترقص لكنها مش منسجمة في الرقص على قد ما بتفتكر اللي حصل. وبتنتهي المسابقة والكل بيسقف لهم، قدموا افضل عرض. لكن بعدها بتواجه سوريندر وبتقول له انت كذاب، كل دي كانت اكاذيب وكدبت عليا لما قلت انك ما بتعرفش تحب. وازاي ما بتعرفش تحب وانت حولت كل حزن لفرح وسعادة؟ وانا عمري ما حبيتك، وانت عمرك ما تخليت عن حبك ليا، وكل يوم كنت بتحبني اكتر. وحضنته جدا وعرفت انها ملهاش غيري. وبيكسبوا المسابقة وبينادوا على اللي كسبوا راج وتاني، عشان تروح بكل فخر تقول لهم اللي كسب سوريندر والسيدة سهمي على اسم سوريندر. ودي كانت نهاية حكايتنا مع قصة حب سوريندر وتاني.